في حياة كل واحد فينا ذكرى، أوقات كتير بياخدنا الحنين ليها مع ناس لسه عايشين جوانا، وحكايات كتير عشناها معاهم. ياه، كانت أيام مع أعز الناس. الحقيقة لما اتعرض عليا ان انا اشارك يعني في برنامج اعز الناس، يعني انا كنت سعيد جدا جدا اولا باختيار العنوان ده، خاصة وانه يعني بيمس الوجدان، يعني طبعا لان اللي بيسمع اعز الناس بيفتكر على طول الاغنية بتاعت عبد الحليم حافظ، طبعا اللي هو يعني علامة فارقة في الثقافة المصرية وفي الغناء المصري وفي التاريخ المصري، يعني هرم من الأهرامات. والحقيقة اللي تربى وجداننا على أغانيه وعلى أحاسيسه ومشاعره، اللي فعلا ربت فينا يعني مشاعر كثيرة جدا. طبعا الأغنية كانت من تأليف العبقري مرسي جميل العزيز، ومن تلحين برضو العبقري بليغ حمدي. فالحقيقة أغنية يعني حتى كلماتها والأداء واللحن قمة في الروعة وقمة في الجمال. جدا ان يكون البرنامج اولا باسمها، وثانيا انه يكون فيه في التتر كده يعني الصوت الرائع اللي مش هيتعوض ابدا، صوت عبد الحليم حافظ. ويقول الزمن بينا يغير لهم ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس، حبايبنا. مفهوم أعز الناس يعني الحقيقة دي مجموعة من الدوائر، يعني ممكن ان احنا نقول عليها مجموعة من الدوائر بتتدرج، بتبدأ طبعا من الأسرة اللي الرأس بتاعها الأب والأم أو الأم والأب، فطبعا دي بتبقى المحبة الأولى، وبعدين بعد كده الأسرة، بعد كده الأبناء، بعد كده الزوجة والأبناء والأحفاد، بعد كده في حاجة اسمها الزملاء، بعد كده في حاجة اسمها الأصدقاء، بعد كده في حاجة اسمها الجيران. يعني هي كلها دوائر، والحقيقة ممكن كلهم يكون فيهم يعني أعز الناس. يعني الحقيقة الإنسان بخلاف طبعا الأسرة والأب والأم كمان بيصادف ناس كتيرة بالصدفة، ممكن يكونوا مش في مجاله خالص، ممكن يكونوا العلاقة بينهم يعني فجأة بتظهر كده، وبيظهر بينهم نوع من المحبة والترابط والمعزة، وده موجود. فزي ما بقول كلها عبارة عن دوائر، أنا بعتبرها كلها دوائر بتبدأ من الهرم، بيبدأ من الأسرة الخاصة، وبتبدأ من الأب والأم. طبعا دي بقى هنا بترجعنا بقى للماضي الجميل بقى، الايام الجميله، ايام الاب والام والانسان لسه صغير، مفيش حاجه اصلا، يعني ما عندوش حاجه يخاف منها، ما عندوش اي مشاكل، لان في حد موجود في ظهره بيعالج له كل مشاكله، بيحل له اي شيء في الدنيا، الاب والام. الوالد الله يرحمه والوالده الله يرحمهم يعني كانوا بالنسبه لي نموذج للحب فعلا، وللعطف وللعطاء وللقيمه ولكل شيء جميل. الاب والام طول ما هم عايشين الانسان بيحس بدفى، بيحس انه دفيان. بمجرد ما حد فيهم بيفارق بتبدا الحكايه تقل، ويبدا الانسان حتى يمكن ثقته في نفسه تقل، او يحس ان يعني الحب قل او كده. فربنا ما يحرم حد طبعا من الاب والام. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي ورفرفي يا قلوب
والدي ووالدتي الحقيقه كانوا اهم شيء في حياتهم اولادهم، انه ازاي يربوا اولادهم وازاي يعلموهم قيم معينه. الوالد كان بيشتغل موظف، الوالده كانت سيده منزل بالمعنى القديم، سيده منزل، يعني هو بيعمل بالخارج طول اليوم، لكن في النهايه لما بيرجع البيت بيلاقي كل شيء مترتب صح، وبيلاقي بالنسبه للاولاد كل شيء مظبوط، وهو عارف دوره وهي عارفه دورها. فبالتالي هما الاثنين يعني، والواحد وهو صغير يعني بيشعر ازاي قد ايه هما بيكملوا بعض، كل واحد له اسلوبه في الحياه، لكن الاثنين في الاخر بيكملوا بعض. فكان والدي ووالدتي من هذا النوع. فالواحد في وقتها فعلا ما كانش حاسس باي مشاكل او انه محتاج اي شيء، كل شيء كان بيلبى. كان دايما لوالدي يعني مقوله مشهوره دايما، انه اهم شيء عنده اولاده يبقوا قمم. فالحمد لله هو طبعا في الوقت ده كان يعني عدد افراد الاسره كان بيبقى كبير، احنا كنا 6. فالحمد لله كل واحد مشي في اتجاه، لكن الحمد لله كل واحد يعني وصل لحاجه كويسه. يعني الكبير العميد مجدي في القوات المسلحه، سمير ايضا في القوات المسلحه، انا بقيت استاذ جامعه، ممدوح بقى مهندس دكتور وعايش بره في بلجيكا، وهكذا. يعني كل واحد فينا خد سكه يعني، وبقى له وضعه الاجتماعي، وده كان الهدف اللي كان عايزه الاب والام. العز يا بيتنا احضانك جنينتنا، العز يا بيتنا احضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، كبرنا ويا حميل وحلوة فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. هو أنا من مواليد شبرا، ونشأتي كانت في منطقة شبرا. طبعا منطقة شبرا منطقة من المناطق أو حي من الأحياء المهمة جدا في مصر، واللي له تأثير على أي إنسان، وبخاصة لما أكون في مجال زي مجالي، في مجال الفن، وطبعا خارج منه فنانين كتير وشخصيات عامة كتير يعني. فكان عندنا ميزه زمان، ما فيش حكايه الباص اللي جبنا من المدرسه وودينا المدرسه وكذا، لا، دايما المدرسه في نطاق المنطقه اللي انا ساكن فيها يعني. فالمدرسه الابتدائيه كانت الامام محمد عبده، انا ما زلت طبعا فاكر الاسماء. المدرسه الاعداديه كانت مدرسه رمسيس. المدرسه الثانويه كانت رود الفرج الثانويه العسكريه، ويمكن دي كانت فتره الواحد عايز اقول نشف فيها شويه، ويعني اثرت عليه جامد، لان كان كلها عباره عن دراسات عسكريه ورمايه وفك البندقيه وكذا، ولعب رياضه وبتاع. فبرضه كان يعني بدا تشكيلي كشخصيه ان انا ابقى راجل يعني فيها سمات كده معينه يعني. أنا عندي المدرس ده قيمة كبيرة جدا، وما زلت برضو أتأثر بكل اللي اتعلمته. أفتكر مدرس الابتدائي كان بيقول لي إيه. فمثلا كان عندي مدرس أسمراني جميل كده شبه سيدني بواتيه، اسمه الأستاذ عامر. ده علمني قراية القرآن وحفظ القرآن، كان صوته في منتهى الجمال، ويعني لن أنساه طيلة حياتي، صوت جميل جدا. كمان لن انسى استاذ التربيه الفنيه او اساتذه التربيه الفنيه في اكثر من مرحله، باعتباري انا يعني هم اثروا فيا. لان هم اثروا فيا ازاي؟ هم اللي بداوا يعرفوا ان انا موهوب، وبالتالي انا خلوني ان انا استمر، او ان انا احسن من نفسي، او ان انا اجتهد. وكانوا بيوفروا لي فرص، بيوفروا لي خامات، يعني خدوا بايدي كتير. فبرجع اقول طبعا ان الفضل للناس دي يعني صحيح انا يمكن مش متذكر اسمائهم كلهم، لان طبعا برضه فتره طويله، لكن فعلا كانوا بصمه في حياتي واثروا تاثير كبير جدا في حياتي. بخاصه استاذ اللغه العربيه والدين، واستاذ التربيه الفنيه والمجالات الفنيه والحاجات دي. كنا طبعا دي كانت حاجه اساسيه في المدرسه،
يعني بنحب الانجليش ونحب العربي ونحب كذا، لكن دايما حاجه اسمها حصه المجالات دي احنا كلنا في اجيالنا دي كنا بنحبها جدا وبنعشقها، لان هي اللي بتربي وجداننا. يعني الانجليش هنتعلم انجليش ورياضيات وعمليات عقليه وفكر وكذا، لكن لما نيجي نعبر بقى ندخل ماده التربيه الفنيه والاشغال، ونقعد في وسط الالوان وفي وسط الجلد والخشب والخامات ورائحه اللزق والكذا. فدي طبعا يعني ايام لا تنسى واساتذه لا يمكن الواحد ينساهم يعني. طبعا لما دخلت الجامعه انا كان هدفي حاجه من الاثنين، يا اخش كليه عسكريه يا اخش كليه فنيه. وعمري ما سمعت عن كليه التربيه الفنيه دي اصلا اللي انا دخلتها، لكن هي جت بالصدفه كده. كان في كليات 5 سنين وفي كانت الكليه دي 4 سنين. فلما جالي الاختيار قلت لهم لا انا عايز عدد السنوات اقل عشان انا عايز اشتغل بقى واتوظف وابقى راجل بقى وكده وحاجات زي كده يعني. ففعلا دخلت كليه التربيه الفنيه، وبعد ما دخلت فوجئت انها بقت 5 سنين. يعني مش في السنه اللي دخلتها، في السنه اللي قبلها على طول كانت بدات كليه التربيه الفنيه تبقى 5 سنين. لكن طبعا دي بقى كانت نقله نوعيه في حياتي كلها. يعني ربنا فعلا بيقدر الامور دي. اولا اتقابلت مع اساتذه وتعلمت من اساتذه يعني حاجات ما كنتش اتخيل ان انا اتعلمها. يعني هي كليه فيها فن من جانب وفيها تربيه، ومش بس فيها فن، مش تخصص مثلا معين فبتعلم نقطه معينه، لكن فيها تخصصات عديده. يعني انا عشان ادرس في كليه التربيه الفنيه هدرس تصوير وهدرس تصميم وهدرس نجاره وهدرس معادن وهدرس خزف وهدرس نحت. يعني كل ما هو مرتبط بمجال الفن لازم امر عليه. لما واحد بقى يكون شاطر ويمر على الحاجات دي فبيلم بيها كلها، ازاي الخامات وازاي الادوات وازاي التقنيات. ولما يكون بيقرا كتير بقى في تاريخ الفن في الحضارات في التطور، فبيحصل له دايما ان هو يعني بيبقى يعني بيتميز يعني. فالحمد لله كمان قابلني بقى اساتذه يعني عمالقه في الفن على مستوى عالمي. طبعا برضو من اعز الناس يعني استاذ الفنان الكبير مصطفى الرزاز. طبعا ده يعني من ابرز الناس اللي علموني واللي كان اشرف عليا في مرحله الماجستير ومرحله الدكتوراه، وكان له الفضل طبعا في ان انا اسافر المانيا وسافر معاه وجالي هناك. وطبعا استاذي برضو يعني الحقيقه الاستاذه منى العجمي، الاستاذ محفوظ صليب، يعني الحقيقه مجموعه كبيره جدا. استاذه الفنانه زينب السجين، يعني كلهم تخيلي في وسط كوكبه كبيره جدا من الفنانين العظماء اللي بيعلموكي كل حاجه. صادف بقى كمان انا عملت حاجه برضو حلوه جدا، ان انا التحقت كان في كليه الفنون الجميله حاجه اسمها القسم الحر. يعني انا ما بقاش ملتحق بشكل رسمي، لكن اروح وادرس وادفع مصاريف واستمر في ان انا اتعلم. فكنت بروح اتعلم في الاتيليهات واقعد في وسط ناس كبار. يعني بقى انا مثلا في اعدادي وقعد في وسط سنه رابعه واتعلم ارسم على مساحات كبيره واجيب فرخ وافرده واشوفهم بيرسموا ازاي واقعد ارسم بالرصاص وكذا. وكان يدرس لي بقى ناس كبار، او فجاه حد جاي زي مثلا رحمه الله عليه الفنان العظيم حامد ندى، فيروح ماسك مني القلم ويقعد يعمل حاجات وبتاع. فانا ما كنتش اعرف طبعا ده مين، لكن فيما بعد بقى مع الوقت بدات ادرك فعلا انا اتعاملت مع مين او مين اتعامل معايا، وده كله اثر عليا في التكوين. طبعا اجمل بقى مكان في الكليه طبعا الاساتذه، يعني بعتذر اذا كان في حد، طبعا اسماء كثيره جدا الحقيقه انا بحس باجحاف ان انا مش قادر اذكر الكل، لان ده لازم يتكتبوا في ورقه، لان كل سنه انا مريت فيها عدى عليا عملاق او عمالقه من الاساتذه اللي هم ليهم سبب او ليهم دور في تكويني. اتذكر منهم كمان عميد كليه التربيه الاستاذ سيد حامد النساج، وكان الله رحمه الله عليه برضه كان صديق عزيز جدا. وعلمني ازاي اكتب قصه. انا طبعا انا كاتب قصه واديب وليا حاجات في الاذاعه وكده.
فعلمني ازاي اكتب مقال وازاي اكتب قصه. يعني مع الوقت بقيت ناقد وبقيت كاتب، ولقيت برضو برجع برضو الفضل لهذا الاستاذ العظيم اللي له فضل كبير عليا. معظم صورنا زمان افراح ولما وزينه، ولا حد فيها زعلان ولا تلقى صورة حزينة. صور في الأجازة عالبحر في 8، يا ريت كنا خدنا صورة لكل ثانية. صور عيد ميلادنا ولمة صحابنا وناس مش بإيدنا بقوا في حتة تانية. حبة صور ساكتين متعلقين حوالينا، صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا. فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا، وفيهم شبابنا وأيام صبانا وراهم كتبنا تاريخ يملؤنا. صور سايبة فينا حاجة معيشة. اجمل بقى كمان ما في الكليه بقى هي الورده اللي انا خرجت بيها من الكليه، هي زوجتي ورفيقه حياتي اللي اتعرفت عليها اثناء فتره الدراسه وانا في سنه تانية، وكانت هي لسه في اعدادي. يعني احنا كنا 2 طلبه ومتقاربين مع بعض، وبدانا نتعرف على بعض. كان فيه اهتمامات مشتركه، وكنا بنطلع رحلات مثلا مع بعض. كانت هي متفوقه بتطلع الاولى على دفعتها، كنت انا متفوق بطلع الاولى على دفعتها. كنا نتقابل ونقعد نقول انت بتطلعي ازاي، طب انت كذا، طب انت جايبه كام، طب انت تحسني، طب انت مش عارف ايه. فكان بيحصل دايما بينا نوع من الحوار حوالين الفن والاسئله وتفوق والخامات والتقنيات والاساتذه، وازاي الواحد ياخد درجات كويسه، وازاي يتعامل مع يعني كان حوار مرتبط بالجامعه ومرتبط بالدراسه. وبعدين تحول هذا الحوار يعني نوع من الارتباط، ان احنا بيحبوا دايما يقعدوا مع بعض. بس لحد بقى ما جيت انا اتخرجت، ف برضه جبت امتياز مع مرتبه الشرف، كنت اول دفعتي باستمرار. فتعينت معيد في قسم التصميم. فكانت بالصدفه ان انا طلعت حاجه اسمها التربيه العملي. احنا عندنا في التربيه الفنيه او في اي كليه تربيه عموما بيطلع يدرس في ثالثه وفي رابعه، يعني زي نوع من التدريب. فبيخرج يدرس في المدرسه خطط معينه، ونشوف هو عنده المقدره انه يتعامل سيكولوجيا مثلا مع الطلبه، انه يحضر حاجه معينه بشكل، لان طبعا التعليم ده محتاج نوع من الاعداد والتجهيز والتحضير والعلم، ما هوش عمليه كده عشوائيه يعني. فكنت بطلع عليهم وهي بقت طالبه عندي يعني بفرق 2 3 كده. وبعدين ربنا اكرمها برضو ووفاها، وبقت هي كمان معيده برضو، لان برضو كانت بتطلع باستمرار الاولى بس. وبعدين بقى لما لقينا الامور بتتقارب، بدانا نفكر ان احنا نرتبط ببعض يعني رسميا، وحصل هذا الارتباط. ومع بدايه هذا الارتباط بقى اصبحت انطلاقه جديده في عالم جديد من المغامره ومن السفر للخارج، ومن ازاي ان احنا نفكر ان احنا نطور نفسنا بشكل مستمر. اصبحنا نشعر ان احنا اصحاب رساله، احنا مش مجرد اساتذه جامعه بندرس داخل اسوار الجامعه وبنخرج، لا احنا اقتنعنا احنا الاثنين ان احنا لازم يبقى لينا دور كمان في المجتمع، ولينا دور خارج اسوار الجامعه، ونحاول ان احنا بقدر الامكان يعني نبقى اصحاب رساله. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك الحلوة دي الحلوة دي.
ألمانيا هنا بقى كانت بداية رحلة طويلة مع يعني رفيقة دربي وزوجتي الفنانة أستاذ دكتورة علا يوسف، اللي جت في ألمانيا مرتين. مرة جت وأنا بدرس للدكتوراه، ومرة جت هي من أجل إنها تكمل هي الدكتوراه بتاعتها. فقعدنا فترة طويلة جدا، عملنا عدد كبير جدا من المعارض، يعني وصل إلى 16 معرض فردي في فترة إقامتنا، وكنا بنعرض في قاعات مهمة جدا وقاعات ضخمة جدا. وبدأ نوع بقى من يعني الدعم البعض، يعني احنا الاثنين ندعم بعض في ان احنا ننشر الفن بتاعنا ويتكتب عننا في الجرايد على الصحف المهمة في ألمانيا، وبدأت تتاخد مننا مقتنيات، وبدأنا نعرض في متاحف مهمة وبدأوا ياخدوا مقتنيات في المتاحف. طبعا كان معانا بقى ربنا كان رزقنا طبعا بأعز الناس برضو، الولدين أحمد ومحمد اللي راحوا ألمانيا معانا ودرسوا من بداية الحضانة. يعني هم اتعلموا الأول في الحضانة في ألمانيا، وطبعا كان بأسلوب تعليم مميز، وطبعا تطوروا بقى باللغة بسرعة وهم لسه صغيرين، حتى يعني كانوا بيتكلموا لغة يمكن أحسن مني. وبعدين تطور بقى الحياة في ألمانيا، وبعدين رجعنا مصر، وبعدين سافرنا الخليج برضو، قعدنا فترة طويلة. الولاد برضو درسوا هناك في المدارس هناك، وبعدين كملوا بقى دراستهم. أحمد بقى دكتور، بقى خد يعني حصل عن الدكتوراه من فترة، وهو فنان. أحمد فنان كبير، يعني فنان عالمي ومصمم كبير جدا. بعديه برضو محمد برضو حصل على الدكتوراه برضو، برضو فنان درجة أولى. وطبعا الاثنين طبعا أعز الأحباب طبعا ولادي، وأنا دايما بحب ما بتعامل معاهم، ما بتعاملش على انهم ولادي، لكن انا حاسس ان هم اخواتي، حاسس ان هم اصحابي، حاسس يعني احاسيس كتيره ناحيتهم، وما بحبش هم يغيبوا عني ابدا. ودايما انا بدعمهم على قد ما اقدر، يعني في كل حاجه هم محتاجينها مني كأب وكأخ وكأي حاجه يلاقوني دايما جنبهم. العيلة ايه غير ناس محاوطين، ورمى حيطان مع سقف لمين، وعيون فيها عناوين، وقلوب جواها أماكن. العيلة ناس نرتاح في صحبتها، وشوش أوقات تتحس طيبتها، في أمان يجي من محبتها، وحنان حتى في معاملتها. العيلة إيه غير ناس بتساعدنا طول الحياة، فينا مشاركنا، وسنين كتير كانوا ظهر سندنا، وسنين كتير بالود ملكنا. بالنسبه لي اللوحات اللي انا بعملها يعني يمكن يبقى فيها ما اعرفش مبالغه ولا ايه، انا بحس انهم اولادي. كل لوحه بعملها هي بحبها زي ما يعني مش عايز اقول زي ما بحب اولادي. حتى لما بتوصل لدرجه ان انا هبيع لوحه انا ببقى حزين، برغم ان انا هاخد مقابل وربما يسعدني المقابل ده، لكن انا ببقى حزين ان انا هفتقد لوحه. من اهم اللوحات اللي كنت بعملها هي من اوائل المجموعات عملتها سنه 84، اسمها الحصان والمشربيه. وانا كنت عامل تحليل لشكل الحصان في الفن الاسلامي والفن المصري القديم، واعاده صياغته باسلوب معاصر. وده اتعرض في اكبر قاعه في الزمالك، وبرده كان باشراف الفنان الكبير مصطفى الرزاز، اللي هو كان بيدرس مقرر تحت عنوان التراث والمعاصره. وبدانا كلنا نتاثر بالتحليلات، يعني عملنا زي بحث، يعني مش مجرد لوحه كده الواحد بيقعد يرسمها، لا ده بحث طول السنه، ازاي نعمل تحليل ونشوف اشكال الحصان ده، ازاي الانسان تعامل مع العلاقات الجماليه بتاعته، وازاي في الاخر طلعه. مش هنسى طبعا ان اللي تحدث عن المعرض ده في نشره الاخبار كان في الفتره دي
كانت نشرة الأخبار الساعة 9 بيروحوا يصوروا المعرض وبعدين ينزل في نشرة الأخبار. فكان مين المتحدث في نشرة الأخبار؟ الإعلامي العظيم الأستاذ أحمد سمير. فكانت بداية حياتي إن الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد سمير يتكلم عني في أحد المعارض أو في أول معرض مهم أنا عملته اللي هو معرض الحصان والمشربية، وكان خد صدى على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. فبدأ برضو المعرض ده يؤثر في حياتي تأثير كبير جدا. ويصادف إن إحدى لوحات المعرض جه أكثر من حد أجنبي حب يشتريها، فبقى فاصل في السعر فما اتباعتش. ويشاء القدر إن اللوحة دي يطلبوها مني في ألمانيا في أحد متاحف ألمانيا، وهي حاليا دلوقتي في مكان هناك اسمه متحف أوفينج في ألمانيا بالقرب من ميونخ، بالقرب من المكان اللي أنا كنت عايش منه. فطلبوا هذه اللوحة وخدوها مقتنيات عندهم.